السلام عليكم. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن انواع البيانات في بايثون، وعرفنا ان 20 نوعها integer، وان safe نوعها string، وان 3.14 من 100 دي نوعها float. لكن النهاردة عندنا مشكلة جديدة. احنا عرفنا انواع البيانات، لكن فين بنخزنها؟ تعال اقولك. تخيل انك شغال في مكتب وجالك ورقة مكتوب عليها رقم مهم. هل هتفضل ماسك الورقة في ايدك طول اليوم؟ طبعا لا، غالبا هتحطها في الدرج، ولما تحتاجها تفتح الدرج وتجيبها. الكمبيوتر بيعمل حاجة شبه كده. لما بيبقى عنده معلومة محتاج يحتفظ بيها بيخزنها في مكان معين، والمكان ده في البرمجة بنسميه variable او متغير. خلينا نشوف اول متغير في حياتنا، نسميه safe div. تمام. السطر ده معناه ايه؟ معناه ببساطة خزن القيمة اللي اسمها save div جوه المتغير اللي اسمه name. ببساطة القيمة اللي هي السترنج اللي قدامنا ده اسمه save div، احنا عايزين نخزنه في المكان اللي اسمه name، عشان لما اجي اعمل print للنيم يطبع لي اللي جوه المتغير ده، يطبع لي save div. تمام. طيب يلا بينا نشوف. print النيم طبع لي save div. طيب حاجة طلابي كلهم غالبا انا ما شرحتش الحاجة دي او الجزئية دي لشخص معين الا لما غلط فيها. الاقي يعمل لي كده run يطبع لي نيم. يقول لي طب ما نيم دي جت منين؟ ما ده string. اقول له طيب ممتاز، انت ايه فرق دي عن سيف اللي كنا بنكتبها عن اسمك؟ هو مش هيفرق. امتى يفرق؟ لما يكون نيم هنا. طيب شرحنا قبل كده ان احنا لما نعمل الهاش علامة الشباك دي ان احنا كده بنعمل كومنت فالكود ما يدخلش معانا. لو مشرحناش اعتبر اني شرحتها لك اهو. انت بنعمل كده، شايف اتغير شكلها بقى لونها رمادي شوية، وكلمة نيم ده مبقاش المتغير ده موجود. لو جينا عملنا رن ظهر لنا اول ايرور في حياتنا، يقول لك name error. name is not defined، يعني الاسم ده او المتغير ده مش متعرف قبل كده. طيب انا عايز اعدي الموضوع ده بسلام، ماشي خلاص خليها string run. خلصت. طيب رجعنا الاسم وجينا نرن، تفضل طول الوقت برضو name. طيب اطبع كده بقت طبعا للسيف ديف. هنرجع برضو لنفس النقطة. امتى استخدم الفاريبل اللي انا عملته ده عادي، وامتى احط الدبل كوتس؟ هسألك سؤال، انت هنا محتاج تظهر الكلمة دي ولا محتاج تظهر اللي جواها؟ لو محتاج تظهر اللي جواها سيبها من غير دبل كوتس، من غير علامات التنصيص. طيب لو محتاج تظهرها هي، سيبها كده بعلامات التنصيص. تاني، انت عايز تظهر كلمة نيم كده ولا عايز تظهر اللي جوه كلمة نيم؟ وضحت صح؟ ما تغلطش فيها ارجوك. طيب تعالى اديك حتة حلوة واقول لك ليه المتغيرات دي اصلا اتعملت. فاحنا هنعتبر ان احنا لسه مخدناش المحاضرة دي، وانا هنا عايز اطبع كلمة نيم. تمام. وجيت عملت يعني اكتر من مرة وجيت طبعتها، فانا هنا بقى مثلا عندي نيم، والمدير في الشغل قال لك لا انا عايز الان دي كابيتال، ما ينفعش نخليها سمول كده. تقول له حاضر ماشي، تروح بقى تعدل في كل حاجة كده وماشي حاضر. قال لك لا انا مش عجباني، انا عايزك تحط لي علامة تعجب هنا. تقول له حاضر ماشي. مش تقبض تسمع الكلام للأسف. طيب عاجبك كده؟ كل ما يطلب منك تعديل قال لك انا عايزها كده، ولا قال لك انا عايزها انني هتقعد كل شويه تعدل. فمن هنا جه المتغير بقى اللي هو يعني هيفيدك من ضمن احد استخداماته. يعني تعال نسمي متغير variable name. تمام. اسم متغير وهنحط جواه النيم باخر طريقه هو عايزها، ونطبع جوه هنا المتغير بتاعنا ده. انت وصل لك الفكره انا عايز اعمل ايه صح؟ انا بعمل run يطلع لي النيم ده. طيب ايه رايك؟ رجع تاني قال لك لا شيل علامة التعجب دي. خلاص خلصت. طب خلي ال n دي سمول. خلاص خلصت. تمام. فدي من مزايا ال variables، مع مزايا تانية كتير هتبدأ تلاحظها واحنا شغالين ان شاء الله. خليني برضو اكد لك على حاجة.
لما نيجي نطبع كده، تمام. عايزك تتخيل كده، قول لي الناتج ده في الكومنتس قبل ما اعمل رن. تمام، متتلخبطش. ماشي. واظن ان انت من السياق ده فهمت ليه اسمه متغير variable، لان هو كل شويه بيتغير، وانت وصلتك الفكره صح. خلينا نجرب حاجه تانية. تعال نعمل متغير اسمه age، ده بيشيل ال age، ونعمل print لل age. تعالوا نعمل الطيب اللي احنا اتعلمناها المحاضره اللي فاتت، ونعمل run. ادانا error. ببساطه كلمه طيب دي هي ليها قوسين، تمام، وكلمه print ليها قوسين. يبقى انا كده المفروض معايا مجموع 4 اقواس. تعال عد معايا كده، ادي 1، ادي 2، ادي 3. فالطيب ليها القوسين دول. طيب البرنت القوس بتاعها بره، فهعمله كده، واتمنى لما اجي اعمل رن يشتغل معايا. ملحوظه برضو، يعني انا عرفت منين؟ قال لي syntax error was never closed. في قوس ما اتقفلش. دايما ما تتخضش من الشاشه الحمراء يعني، او الايرور سكرين. رن اداني ايرور تاني. عشان انا كاتب دول بيعملوا ايه دول؟ يعني ملهمش لازمة، انتوا فاضيين، ما ينفعش يبقوا فاضيين اصلا. رن طبعوا على ايه؟ انتجر. تمام. طيب تعالوا نعمل حاجة تانية. نعمل مثلا برايس، سعر الحاجات غالبا بنحتاج فيه ان هو يبقى فلوت. لو مش فاكر الفلوت هزعل منك. تعال نتأكد. طيب فلوت، تمام. تعال نطبعه بالظبط زي ما احنا اتعلمنا. طيب تيجي نعمل حاجة نسميها is true. هل هو true؟ هل هو صح؟ يعني اي حاجة كده بترو. طبعا عرفت انا عايز اكتب ايه. فولس. لاحظ بس ان ترو او فولس بتبقى كابيتال، عشان ما قلتهاش في الفيديو اللي فات. تعالى نطبع كده is true. تيك ايه؟ فولس. طيب لو انا جيت عايز اعمل كده، عايز اعمل type of is true، هيديني ان هو boolean. تمام. المتغيرات مش مرتبطة بنوع معين، تقدر تخزن فيها اي نوع بيانات اتعلمناه في الحلقة اللي فاتت، وهنتعلمه في الحلقات الجاية ان شاء الله. طيب تعال نرجع للحاجات اللي اتعلمناها قبل كده. فاكر input؟ دلوقتي اخيرا نقدر نستفيد منها بشكل حقيقي. هنخزن اللي جاي منها في متغير. تمام. السطر ده بيعمل حاجتين. input هتستقبل بيانات من المستخدم، والنيم هيحتفظ بالبيانات دي عشان نستخدمها. فيلا نجرب سوا. انا هعمل حاجة اسمها متغير variable اسمه name، خليه بيساوي اللي جاي من الانبوت، واقول له what. احنا اتفقنا ان احنا لو سيبنا الانبوت كده، شفت صوت الصرصور الحقل اللي انا كنت مشغله لكم؟ تمام. مش هيعمل حاجه، لازم ندخل له حاجه. فلازم انا اعرفه انا عايز منك ايه في النهايه. فحاجه اعمل what is your name، ونتشه علامه الاستفهام، واعمل run. فبيقول لي what is your name، فقلت له انا سيف. خلص كده. قلت لكم برضه في سبيس هنا صح؟ طيب انا بقى هقوم قايل له تعالى شكرا كده، انا خزنت النيم دي خلاص، فتعالى رنها. فهقول له سيف اللي كذا. لو الاجمل من كده بقى ان انا اقدر اعمل ايه، تعالى نمسح كلمه نيم دي، اقول له my name is. تمام. لو جيت عملت كوما هنا وحطيت المتغير ده كده string، ده variable نوعه ايه يعني؟ هنشوف. يعني هنشوف نوعه ايه، عشان input دي فيها كلام جامد يعني. هقوله لك دلوقتي. تعالى نرن كده. what's your name؟ سيف. قال لي my name is ايه؟ سيف. يا سلام على الجمال. طيب تيجوا يلا what is your age؟ نسمي ده age. تعالوا نعمل كده print my age is، واعمل كوما. تمام. واحط المتغير ده. ماشي. في فرق ما بين الايدج ده ما بين علامتين تنصيص، والايدج ده. تعال نرن كده. اكتب 15. my age is 15. طيب جميل جدا. تسمح لي اعمل الحركة دي؟ طيب الايدج ال 15 اللي انا بدخلها ديت ايه؟ انتجر صح؟ مبروك. string. ليه هي كده؟ الانبوت بياخد اللي انت بتديهوله تمام كسترينج، هو بيخزن الداتا بتاعته على انها string. طب ما احنا كده وقعنا في المشكلة.
لا ما وقعناش في مشكلة ولا حاجة. ليه؟ عشان احنا نقدر نحول ال15 دي اللي هي string لانتجر. ازاي؟ هبقولك في فيديو تاني. تمام؟ وصلتك الفكرة؟ اي حاجة جوه input دي تبقى string، ما تسألش. ده هيعمل لك مشاكل بعدين لما نيجي مثلا نعمل آلة حاسبة ان شاء الله. انت تاخد مثلا اللي هو num1 تيجي تجمعه على num2. تعالى هنا نقول له enter your first number. اوكي، ونحط له كده num2 ونقول له هنا ايه second number. وتعالوا كده ايه نبرنت num1 زائد num2. مبسوط بقى وانت فرحان بقى، تحط الرقم الاول 10، تقول له الرقم التاني تقول له كام 2، ترن تلاقيه بيطبع لك 102. ليه؟ ما هي كده، هو string زائد string، انت بتعمل concatenation. هشرح لكم ان شاء الله الليلة دي بتتم ازاي، بس انت فهمت الفكرة. هو نص زائد نص، انت كأنك حرفيا قلت له كده سيف 10 سيف 10. طبعا انت لاحظت ان انا كتبت سيف وهو بيطلب مني نمبر. هنهندلها بعدين يعني ان شاء الله في المحاضرة اللي بعد الجاية هناخد الجزئية دي، فما تقلقش يعني ازاي نهندل الحتة دي. يعني دلوقتي بقينا نعرف نطبع بيانات باستخدام print، نستقبل بيانات باستخدام input، نفهم انواع البيانات المختلفة ونخزن البيانات دي جوه متغيرات، وبكده معانا الادوات الاساسية عشان نبني برامج حقيقية. دلوقتي عايز منك تاسكاية بسيطة تحللي المشكلة دي. انا مش عايز ان انا ادخل 10 وادخل 5 والاقي الناتج 105، لا انا عايز الناتج 15. سيرش ودور ازاي تحل المشكلة دي، واشوفكم في الفيديو الجاي. بيس اوت.